بصوا ما اخبيش عليكم وبيني وبينكم، انا مش ما كنتش احب ان الاهلي والزمالك يتقابلوا في رمضان ابدا. ليه؟ لان الماتشات دي بقت تقيله على قلبي بشكل، ومارسيل كولر مخلي الماتشات دي تقيله على قلبي بشكل غريب. نخلينا في المهم. طبعا الزمالك عنده ماتش بكره مع فيوتشر في كأس مصر، وكلنا شفنا المؤتمر بتاع الزمالك اللي كان عامله ميدو، بس يعني ما كانش كان كده شويه. من شويه كان عامل مؤتمر بيتكلم فيه على الحكام وقد ايه الحكام جم على الزمالك وظلموا الزمالك وبتاع، مع ان الزمالك محمد عادل صاحب ضربه الجزاء بتاعه البنك الاهلي الشهيره ده اتحول للتحقيق وتقريبا مش هيحكم ماتشات تاني في حياته، وطاقم التحكيم بتاع الماتش اللي فات بتاع ماتش انبي اللي هو محمود البنا وحكام الفار كلهم بعد برضو ما حسبوا ضربه جزاء لا اساس لها من الصحه تحولوا للتحقيق برضو بتحقق معاهم ازاي ضربه جزاء شبه دي تتحسب. يعني بنشوف حاجات بتتحسب لك ما بتتحسبش عليك، كروت حمراء بتتحسب لك ما بتتحسبش عليك، يعني محسوبية ومجاملات بنشوفها وكلنا شايفينها واخدين بالنا منها. ليك وعليك، ليك وعليك، وده اللي طول الوقت بنقعد نقوله، الحكام ليهم وعليهم. يعني لو بيظلموك ماتش بيرادوك الماتش اللي بعده، وبيرادوك بثلاث نقط، مش بيرادوك كده بتعادل بتاع بثلاث نقط. تمام. فانا يعني سياستهم حلوه، سياستهم حلوه. ليه بقى؟ لان الحكام فعلا السكه دي بتجيب معاهم، السكه دي بتجيب معاهم. ولو اني انا حاسه ان المره دي في حمله ممنهجه ان بيراميدز يكسب الدوري السنه دي، بس عموما انا ما بحبش النغمه دي عشان احنا جمهور الاهلي. انا فريقي لو نزل كسب الماتشات الجايه كلها كسب الدوري، لولا ان هم استهبلوا في كام ماتش كده اتعادلوه بسذاجه كان فاتنا دلوقتي في الصداره مستريحين. فانا ما احبش ابدا ان انا اقول ايه ده الحكام وبيساعدوا بيراميدز، لا، مفيش حاجه اسمها كده. الحكام بيراميدز امبارح اتعادل 1-1 كسبوا 2-1 اظن مش من ضربه جزاء ولا حاجه، كسبوا عادي. يمكن اتجاملوا شويه في ضربه الجزاء الاولانيه بس بتحصل، عشان ابقى ليا بتحصل. فانا فريقي المطلوب منه ان هو الماتشات الجايه هيلاعب الزمالك، هيلاعب بيراميدز، هيلاعب كل الفرق تاني، يكسب كل الماتشات دي. كسبت كل الماتشات دي واسترجلت كسبت الدوري، ما كسبتش وخسرت او اتعادلت خلاص تروح للي يستاهلها. بالحكام بقى مش بالحكام، بالمحسوبيه ملناش فيه. انا زي ما قلت لك الاهلي متعادل بتاع 6-7 ماتشات عبث، يعني بالعته الكروي. بس دلوقتي سكوادنا محترم، عندنا فريق كويس، عندنا بن شرقي، عندنا وسام رجع، عندنا الواد جريشار برضو بيقدم مستوى كويس، عندنا لعيبه حلوه، لعيبه حلوه. تمام. مطلوب من الرجاله دي انها تسترجل الماتشات الجايه وتكسب الماتشات الجايه. طيب الزمالك بعد البيان بتاعه بعد ميدو والكلام اللي قالوه الجميل دون قدم بيان للرابطه بيطلب فيها ان ماتشه في كاس مصر يتاجل. طبعا الرابطه قالت لهم نو، اسفين. ليه؟ لان زي ما انت هتلعب وعندك ماتش يوم 11 برضو الفرق اللي هتلعب في كاس مصر عندها ماتشات يوم 11 وعادي، وبيراميدز برضو هيلعب بعد بكره في كاس مصر وهيلعب ماتشه في الدوري عادي ومفيش مشكله. فانا ليه اجل لك يا ننوس يا كتكوت؟ ليه اجل لك؟ مفيش نو تاجيل. والله لو انت راجل انسحب زي الاهلي لو تعرف تنسحب زي الاهلي انسحب. اصل فين تكافؤ الفرص؟ الاهلي كده كده مش موجود في البطوله، لو الاهلي موجود كان هيلعب برضو بكره ماتشه عادي، لكن الاهلي مش موجود بيتعاقب لانه انسحب من كاس مصر الموسم اللي فات عشان ضغط الماتشات. فلو انتوا كده جامدين انسحبوا من الماتش بكره، تعرفوا تعملوها؟ ما تعرفوش، لان ده شغل كبير عليكم. ما علينا. الزمالك عنده ماتش بكره مع فيوتشر، جدير بالذكر ان فيوتشر الماتش الوحيد اللي كسبوه من تقريبا 16 ماتش كان ماتش الزمالك. قول ان انت خايف تلعب فيوتشر اللي يخرجوك من كاس مصر، ما تتحججش بماتش الاهلي.